تقريبا احنا 6 شهور ما بنكلمش بعض، ويوم ما يرجع يجي عيد ميلادي، والله العظيم اقسم بالله انا ما اعرف ان اسماعيل جاي، قسما بالله انا عامله عيد ميلادي عشان ولابسه ال3 فساتين دول، ما حدش يعرف حاجه. تعرفوا يا بنات ان انا لابسه ال3 فساتين دول عشان اخليه يرجع لي، عشان اعرفه ان مراته حلوه. يعني انا بغير، انا جايبه 3 فساتين. يعني انا رحت الاتيليه قالت لي شوفي الفستان اللي يعجبك البسيه. انا خدت ال3 فساتين وانا بلبسهم عند عشان يبقى خلاص بقى ان هو يرجع ونبقى كويسين مع بعض، وان هو ايه، ان هو ما بيسالش عليا ولا على بناته، فلازم هيرجع لي لما يلاقي حد بيقول ايه يعني مرضى حلوه واموره انت ازاي سايبها كده. قلت يعني انتوا عارفين شيطان بقى، شيطان في دماغي. فبقيت عماله البس واظبط نفسي. اطلع بره انتوا الاثنين، اطلع بره. رقيه تيك بيبي. لا مش هاكل دلوقتي، يلا اطلعوا. كلوز ده دول يا رقيه. مش عايزه مش كده. فانا الناس اللي بقى لها 12 سنه في حضنه يرجع لها، واحده عايزه تلم بيتها، واحده مش عارفه تشوف راجل تاني، واحده ما اديتش نفسي فرصه في الفتره عايزه كلها اتعرف على شخص. ما عنديش انا الحته دي، عندي مش موجوده. انا واحده بخاف. فهمتوا؟ فالفكره كلها اني بقى هي حسدته وهي موتته وهي عملته. موت مين؟ هو في حد في الدنيا كلها يموت روحه؟ في حد؟ ده انا كنت اتمنى الموت لنفسي قبل اللي قبله. انا كنت اصلي لنفسي واصلي له. كنت قاعد ادعي ربنا اقول له يا رب انا اصلي دلوقتي ليه؟ هصلي اسماعيل عشان هو كان عنده شغل وهو تعبان مش قادر يصلي. يعني انا كنت قاعد اتكلم معاه اسمي انا خايف عليك، انا ماليش غيرك. والله العظيم اقسم بالله انا اسماعيل ده انا كنت بخاف عليه، ما كنتش بخاف على نفسي اكتر ما كنت بخاف عليه.